أعتقد أن المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة ينتقم لما تعرض له المنتخب الأول في مونديال قطر. أنا أتفق معك في هذه الفكرة، والمنتخب المغربي الصغير كانت لديه غريزة الانتقام قوية اليوم. شاهدنا منتخبا مقاتلا يسعى للانتقام بشدة من منتخب. بصراحة ما فعله المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أمام منتخبنا الفرنسي الوطني كان أشبه بصفعة كروية راقية. لم يكن الأمر مجرد فوز، بل كان إعلاناً عن جيل لا يعرف الخوف، جيل يلعب وكأنه يحمل ذاكرة أمته فوق كتفيه. هؤلاء الفتيان الصغار قدموا مباراة بروح الكبار، بروح فيها شيء من العناد، شيء من الرغبة في تصحيح التاريخ. لا أحد في فرنسا كان يتوقع أن يرى هذا الانفجار المغربي، هذه الغريزة الكروية التي تمتزج بين المهارة والعزيمة. بصراحة هذا المنتخب المغربي الصغير جعلنا نعيد التفكير في كل شيء. أي طاقة يمتلكها هؤلاء الفتيان، أي روح. لم تكن مباراة كرة قدم عادية، بل كانت رسالة من جيل يقول للعالم نحن هنا. وهذه هي كرة القدم الحقيقية. المغرب كان لسنوات ضحية للقرارات الظالمة للحكام ولمنظومة لم تكن منصفة دائما، لكن شيئا ما تغير اليوم. كأن كرة القدم بدأت تتطهر، كأن العدالة الرياضية بدأت تعود لمكانها الطبيعي، والنتيجة ظهور قوة مغربية لا يمكن إنكارها. لعب منضبط، شغف صادق، وإيمان لا يتزعزع بالنصر. هذا الجيل لا ينتظر الرحمة من أحد، بل يصنع مجده بقدميه. صدقوني، ما نراه اليوم ليس مفاجأة، بل بداية لحقبة جديدة، حقبة مغربية بكل معنى الكلمة. بين الجمال والرغبة في الانتقام الرياضي النبيل، نعم، يمكننا أن نسميها غريزة الانتقام الجميل، لأن ما حدث في مونديال قطر ما زال حاضرا في الذاكرة. والمغرب اليوم يرد بطريقته الخاصة، لا بالكلام بل بالأداء والمجد. لقد جعلونا نحترمهم أكثر، وصدقا إذا استمر هذا الجيل بهذا الوعي وهذا الشغف، فالمستقبل سيكون أحمر وأخضر في سماء الكرة العالمية. يا للهول، هذا المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة ليس مجرد فريق، إنه قوة طبيعية. لم أرى مثل هذه الانضباطية، هذا العزم، وهذه الرغبة في الفوز منذ زمن طويل. لقد كان المغرب يعاني من ظلم سابق على يد الحكام، لكن اليوم كرة القدم تتطهر والحق يظهر على أرض الملعب. حسناً، لنحلل ما حدث اليوم. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة قدم أداء استثنائياً بكل المقاييس. التنظيم التكتيكي كان مذهلاً، الدفاع محكم، والهجمات مرتبة بعناية، مع سرعة مذهلة في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. ما يلفت الانتباه هو الانضباط الذهني والثقة التي تظهر على وجوه هؤلاء الفتيان، وكأنهم يعلمون أن كل لمسة لها وزنها، وكل قرار على أرض الملعب يمكن أن يصنع الفارق. المغرب لم يكن مجرد خصم اليوم، بل درساً في كرة القدم الحديثة، مع لمسة من العزيمة التي تجعل كل فريق يتوقف أمامهم احتراماً. هذا الفريق الصغير أثبت أن الكرة المغربية بدأت تبرز بقوة على الساحة العالمية. أود أن أقول بصراحة، لقد واجهنا اليوم خصماً استثنائياً، فريقاً شاباً لكنه عظيم بروحه وقوته. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لعب كما لو أنه ليس فريقاً شاباً، بل جيش متكامل على أرض الملعب. كل لاعب يعرف دوره، كل تمريرة محسوبة، وكل هجمة تحمل خطورة حقيقية. أعجبتني الروح القتالية لديهم، الانضباط، الإرادة، والقدرة على التعامل مع الضغط. بصراحة هذا الجيل المغربي يظهر أن كرة القدم المغربية بدأت تصنع نفسها بقوة وبأسلوب رائع، وأن المستقبل سيكون مشرقاً لهم بلا شك. نحن كمدربين يجب أن نتعلم من هذا الأداء ونقدر كل جهد، لأن اليوم شاهدنا درساً في العزيمة والمهارة والشغف الحقيقي للعبة. تحية كبيرة لهؤلاء اللاعبين وللمغرب على هذا الإنجاز الرائع. أقل من 20 سنة المغرب كنا نتمناه على الأقل يحقق في يوم من الأيام ولو 10% من إنجازات المنتخب المغربي الشقيق في المغرب. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة
والله أنا شاهدت المباراة أمس صراحة، يعني قلبك يوجعك. تعرف بأنه هذا المنتخب المغربي الشقيق والعزيز على قلوبنا يستحق كل التقدير والاحترام، لأنه استطاع التفوق بهذه النتيجة الساحقة. عطوا له كل الامكانيات بشهاده المدرب نفسه. شفنا مباراه امس اللي كان الفوز فيها، اعطينا صور هذه المواجهه للمنتخب المغربي الحبيب. اليوم تاكدنا ان المنتخب المغربي اقوى منتخب في القاره الافريقيه، لانه هذا المنتخب قلنا بشهاده الطاقم الفني والاتحاديه منتخب عظيم ونحسد المغرب الشقيق عليه، سواء منتخب اقل من 17 سنه او منتخب اقل من 20 سنه. من اين ناتي بمنتخب عظيم كهذا؟ المسؤوليه يتحملها السيد رئيس الاتحاديه الجزائريه الذي كان يقول اتركونا نعمل وبعدها حاسبونا. اليوم هذا المنتخب رانا نشوفه في هذه الصور منتخب يستحق كل التقدير والاحترام، ويجب أن نأخذ العبرة منه وجها لوجه. لأقل من 20 سنة عندهم 19 سنة اللاعبين هذو، لأن المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة مصنف ضمن كبار المنتخبات العالمية، وإحنا خارج السباق مثلما نحن خارج السباق في منتخب مع منتخب أقل من 17 سنة. محمد قاسي سعيد، أين هو الخلل في المنتخبات الشبانية؟ كنا نقولوا كنا نيجليجيو لي زيكيب تاع لي جان، الان هذه الاتحاديه وضعت كل الامكانيات في لي زيكيب تاع لي جان، ما كانش التاهل حتى لكاس افريقيا. وما يقولولناش كنا ندو كاس العرب وكذا من قبل، لانه كي لحقنا كاس افريقيا بريمي تور اليميني ونظمناها في بلادنا. منتخب اقل من 17 كارثه، منتخب العاب البحر الابيض المتوسط كارثه تاع لي جان. في كل مره كوارث بالجمله. لماذا حسب رايك كلاعب سابق مريت على مختلف المنتخبات الشبانيه؟ اليوم كتب المنتخب المغربي للشباب صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم المغربية. لم يكن مجرد فوز على فرنسا، بل كان إعلانا عن جيل يرفض أن يستهان به، جيل يملك الشجاعة والإصرار والمهارة التي تجعل العالم يقف احتراما. لقد رأينا لاعبين صغارا بأعمارهم، لكن قلوبهم كبيرة وعقولهم متقدمة وروحهم لا تقهر. قدموا مباراة استثنائية بكل المعايير، مباراة تجمع بين القوة والتكتيك، بين الحماس والذكاء، وبين العزيمة والجمال في الأداء. هذا الفوز ليس مجرد نتيجة، بل رسالة لكل من شكك في قدرة كرة القدم المغربية على المنافسة العالمية. رسالة تقول: المغرب هنا، المغرب قوي، والمستقبل لنا. ولم يكن هذا النجاح وليد صدفة، فقد شهدنا تاريخا من التحديات، من القرارات الظالمة من الحكام، ومن المواقف التي لم تكن عادلة. لكن هؤلاء الفتيان اليوم بروحهم وإصرارهم أثبتوا أن كرة القدم يمكن أن تطهر، وأن العدالة الرياضية تعود في النهاية لمن يستحقها. تأهل المغرب إلى النهائي ليس فقط إنجازا رياضيا، بل لحظة فخر لكل المغاربة، لحظة تجعلنا نشعر أننا جزء من تاريخ يكتب أمام أعيننا. هذا الجيل الشاب يحمل في قلبه آمال أمة كاملة، ويظهر لنا أن الطموح والعمل الجاد لا يعرف المستحيل. اليوم ونحن نحتفل بهذا الانتصار، نعلم أن المغرب أظهر للعالم بأسره أن المستقبل مشرق، وأن كرة القدم المغربية بكل شبابها وحماسها قادرة على صنع المعجزات. لن يتوقف هذا الجيل عند هذا الإنجاز، بل سيواصل رحلته حاملا الألوان الوطنية، ومثبتا أن القوة والشغف والعزيمة يمكن أن تصنع التاريخ. واليوم نحن جميعا شهود على ولادة أسطورة جديدة